أهلا بيكم في حلقة جديدة من رضوى ورضوى، برنامج بودكاست هدفنا فيه تبسيط العلوم ونشر الوعي الصحي. كل حلقة بننزلها بأربع أشكال، بالعربي وبالإنجليزي وفي شكل صوتي بس يعني بودكاست، وشكل فيديو هنا على يوتيوب. وهتلاقوا كل الروابط في وصف الفيديو ده، والمراجع بتاعتنا كمان هتلاقوها في الوصف تحت. معاكم رضوى عويشة، ورضوى شرف. دكاترة في كلية صيدلة. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن الكيماويات اللي موجودة في حياتنا. خلينا الأول قبل ما نبدأ كده نشوف ليه كلمة كيماويات مرتبطة عند ناس كتيرة بمشاعر سلبية. هو سؤال جميل جدا يا رضوى. هو للأسف الإنسان عدو ما يجهل. يعني معظم الناس مش دارسة مثلا كتير قوي في الكيمياء، ومش بتبقى عارفة إيه هي المواد الموجودة في مثلا الأكل المعلب، أو أدوات التجميل أو أدوات التنظيف بنستخدمها في البيت. فبتبقى خايفة إنه دايما من كلمة إن الحاجة دي فيها مواد كيماوية. فدايما هي حاسه ان مادام هتاثر على حياتها، طبيعي ان هي بيبقى لها رد فعل، ان هي تخاف منها او تقلق يعني من كلمه اي حاجه كيماويه. في مفهوم غلط عند ناس كتير ان اي حاجه كيماويه دي حاجه صناعيه الانسان هو اللي عملها. لكن يعني ان كل حاجه طبيعيه يعني مش كيماويه، لكن الحاجه الكيماويه هي الحاجه اللي الانسان عملها بنفسه او اضافها للطبيعه. ودي مفهوم غلط، لأنه في الآخر كل حاجة حوالينا تعتبر مواد كيماوية. لدرجة إن العلماء سموا الموضوع ده، ادوله اسم اللي هو الكيموفوبيا، أو الخوف الشديد أو الفوبيا من المواد الكيماوية. ففي ناس كتير عندها هوس إن هي تدور على حاجات، مثلا أكل خالي من الكيماويات، أو أدوات تنظيف خالية من الكيماويات، أو أدوات تجميل خالية من الكيماويات. ودي حاجة مستحيلة، ما ينفعش أبدا إن حاجة تكون خالية من الكيماويات. ودايما في دماغ الناس في فكرة إنه الحاجة اللي هي كلها طبيعية، دي معناها إن الحاجة دي خالية من الكيماويات، أو إن هي كويسة عشان هي طبيعية، يعني خالية من الكيماويات. فالمفهوم ده نفسه فيه مشكلة، لأن هي الحاجات دي مش خالية من الكيماويات. طب انتي دلوقتي قلتي يا رضوى ان مستحيل الإنسان يلاقي حاجة خالية من الكيماويات. ممكن تشرحي لنا كده ايه هي الكيماويات علشان نقدر نفهم الجملة دي؟ بالظبط، الكيماويات هي الأدوات البناء بتاعة الحياة. يعني ربنا خلق الدنيا ب عبارة عن مواد كيميائية وجزيئات معمولة من حاجات كيميائية. في الآخر كل حاجة حوالينا مواد كيميائية أو كيماويات. يعني احنا جسم الإنسان نفسه متكون من 65% أكسجين، 18% كربون، 10% هيدروجين. الذرات دي بتتحد مع بعض بأشكال مختلفة وكميات مختلفة عشان تعمل الجزيئات اللي بتعمل جسمنا. والجزيئات دي عبارة عن كيماويات، والكيماويات دي هي اللي بتعمل الخلايا بتاعتنا، وهي اللي بتعمل الأنسجة بتاعتنا، وهي اللي بتعمل أعضاء جسم الإنسان. ففي الآخر إحنا كلنا معمولين من حاجات كيميائية، وأي حاجة حوالينا معمولة من حاجات كيميائية. التفاحة اللي بناكلها دي معمولة من حاجات كيميائية، المية عبارة عن مادة كيميائية، السكر مادة كيميائية، البروتينات، الدي ان اي، كل دي حاجات أمثلة لحاجات كيميائية. بس الإنسان رابط في دماغه كلمة كيماويات إن هي حاجة مضرة ليه. ليه؟ لأن هي بيبقى مثلا اسمها صعب شوية، أو اسمها طويل أو مكلكع، أو حاجة مهواش يعني عارفها، أو مش مألوفة بالنسبة له، فبيربطها في دماغه إنها حاجة كيميائية. هديكي مثال، مثلا هقولك اسم حاجة كيميائية وممكن تفتكري إن دي حاجة مثلا بتموت أو حاجة، وهقولك بعدها هي إيه. 4,5 bis hydroxy methyl 2 methyl pyridine triol. ده الاسم العلمي او الاسم الكيميائي لفيتامين ب 12. طبعا اما حد يسمع فيتامين ب بيفتكر على طول حاجة طبيعية، حاجة موجودة في جسمنا. فاكيد هي مش حاجة كيميائية، بس هي في الحقيقة هي برضو مادة كيميائية. فالإنسان بيبقى عدو الحاجة اللي هو مش عارفها أو خايف، فبيخاف منها وخايف إن هي تأثر على صحته أو حياته. وفي الآخر كل الحاجات اللي حوالينا أصلا عبارة عن مواد كيميائية. ممتاز، شكرا يا رضوى. طب جايز الناس بتربط المشاعر السلبية دي بالمواد الكيميائية المصنعة، عكس مثلا المواد الكيميائية اللي ممكن تبقى موجودة في الطبيعة. هو فعلا دي حقيقة. يعني في ناس معتقدة انه اي حاجة طبيعية هي هتبقى حاجة كويسة، لكن الحاجة الصناعية هي اللي ممكن تضر جسمنا.
والمفهوم ده نفسه غلط، يعني المصدر نفسه بتاع المادة الكيميائية سواء هل هو طبيعي أو هو صناعي، مش هو ده اللي بيحدد الحاجة دي هتضر جسمنا ولا مش هتضر جسمنا. ولأن ده موضوع كبير إن شاء الله نخصص له حلقة مخصوصة هنتكلم فيها ازاي نعرف يعني الحاجات دي هتضر جسمنا ولا لأ، وايه الحاجات يعني هل الطبيعي يعني بالضرورة يكون أحسن ولا لأ. ونفسه مرتبط بيه موضوع تاني ان هو الكمية نفسها اللي بناخدها من اي مادة كيميائية او اي مادة بناخدها، يعني طبعا هي بتكون في الاخر كيميائية يعني، هي اللي بتحدد اذا كان الحاجات دي هتضر جسمنا ولا لا. ففي الاخر احنا برضو محتاجين ان احنا نفهم اكتر الموضوع، عشان كده هنخصص له حلقة تانية ان شاء الله. شكرا ميرسي. طيب تنصحي الناس بإيه ممكن يعملوه علشان يزودوا الوعي بتاعهم بنقطة الكيماويات ويبقوا فاهمين أكتر؟ ايوه، هو عشان الكيموفوبيا منتشر ما بين الناس كتير، فاحنا المفروض ان احنا اول حاجة نفهم اولا ان كل حاجة كيماوية، ولما حد يخاف قوي من اي حاجة كيماوية نفكره واحنا نفتكر ان اصلا كل حاجة حوالينا معمولة من مادة كيماوية. ونفهم الرد الفعل اللي عندنا ده لما بنسمع كلمة كيماويات أو نسمع كلمة مثلا مادة حافظة أو أي حاجة من الحاجات دي، نفهم إن إحنا عندنا رد فعل عشان إحنا خايفين على صحتنا، ودي حاجة طبيعية. بس نبدأ بقى نتعلم ونقرأ أكتر عن المكونات الموجودة في الأكل وفي أدوات التجميل وفي أدوات التنظيف بتاعة البيت. ولما نعرف ايه فايدة كل حاجة من المكونات دي نبدأ نفهم بقى ونسأل نفسنا هل فعلا الخوف اللي عندنا ده منطقي، وهل فعلا ليه سبب يعني وتبرير، هل احنا ليه خايفين من الحاجة قوي كده، ولا يعني هو خوف غير منطقي وان دي بس مادة كيماوية زيها زي اي مادة كيماوية تانية وان مفيش سبب يخلينا نخاف منها. فطبعا الموضوع ده بياخد وقت ان احنا نعلم نفسنا ونتعرف على المواد المختلفة دي، وعشان كده ان شاء الله هنخصص لها اكتر من حلقة، فتابعونا عشان الحلقتين الجايين اللي هنتكلم فيهم ان شاء الله عن نفس الموضوع، والفرق بين الحاجات الطبيعية والصناعية، وازاي نعرف الحاجات دي هتضر جسمنا ولا لا. نتمنى تكون حلقتنا النهاردة عجبتكم. ما تنسوش تشتركوا في قناة البودكاست واليوتيوب عشان تسمعوا الحلقات الجديدة من برنامجنا، وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا إشعارات لما ننزل حلقات جديدة. ولو في موضوع معين حابين نتكلم فيه تقدروا تتواصلوا معنا على فيسبوك وإنستجرام وتويتر تحت اسم رضوى أن رضوى، أو تسيبوا لنا تعليق على فيديو اليوتيوب. شكرا لوقتكم ونشوفكم في الحلقة الجديدة إن شاء الله.